يا صباح الحلويات، يلا بينا نعمل احلى جبنه مثلثات. ايه رايكم بقى في الاغنيه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالي نعمله احلى جبنه مثلثات في البيت بطريقه اقتصاديه وجميله جدا جدا. داخل علينا رمضان ومحتاجين ننوع شويه، مش كل يوم جبنه قريش. احنا هناخد الجبنه القريش ونعمل منها منتج تاني. بصي، طعمه بشويه مكونات بسيطه على الجبنه القريش عملنا جبنه مثلثات حلوه قوي. بس على فكره انا هنا كنت بقطعها وهي لسه طريه. ما تقطعهاش وهي طريه، يعني ما تغلطيش غلطتي. سيبيها في التلاجة مش قبل 4 أو 6 ساعات عشان تتقطع معاكي بطريقه حلوه. ما تقطعهاش وهي طريه كده، انا كنت مستعجله عشان التصوير. بصي الجبنه تحفه، تحفه. حته جبنه بصي قد ايه هي طريه وسايحه، جميله جميله جميله، هتعجبك قوي قوي. انا كان عندي هنا تقريبا 350 جرام من الجبنه القريش، يعني انا كنت جايبه نص كيلو بس اخدت منها قطعه يعني. فتقريبا دول 350 جرام. هنزلهم في كبه عشان انا محتاجاهم يكونوا ضرباهم ضرب شديد، يعني يكونوا ناعمين. دي ميه الشرش اللي كان فيها الجبنه، هي اللي هنستخدمها النهارده. هبتدي اضرب لحد ما تنعم معايا. مش هقول لك حطي ميه قد ايه، احنا محتاجينها تكون ناعمه، يعني هتزودي حبه صغيرين حبه صغيرين. ومعانا هنا المكون السري بقى، شويه ملح ليمون. ملح ليمون مهم قوي قوي. ومعايا ربع كوبايه من الزيت، وهنبتدي نزودها في الكبه واحنا شغالين كده، شويه شويه صغيرين من الزيت سرسوب كده نازل، لحد العجينه بتاعتي او الجبنه بتاعتي ما تلم كده وتتضرب ضرب كويس. هبتدي انزلها. انا بقى كنت هنا المفروض احط في الكبه مع الحاجات دي ايه؟ نشا. المفروض احط 3 معالق نشا في الكبه واضربهم مع بعض، فانا بصراحه ما افتكرتش غير بعد ما نزلت، رغم ان انا حاطه المقادير قدام مني. فحطيت النشا اهم حاجه، يعني انا لحقت نفسي هنا. لو انت حطيتيها رفعتيها على النار بعد كده مش هينفع تحطي النشا، لازم تبقى بارده. فضروري تحطي النشا في الكبه وانت شغاله. النشا حطيته دوخني شويه، بس فضلت اقلب فيه لحد ما اختفى تماما، واتاكدت ان مفيش اي تكتلات وان هو داب تماما. فطبعا انت عليكي بايه بقى من القصه بتاعتي دي؟ انت لازم تضربيه في الكبه مع بعض. هترفعي على النار يغلي غلوتين كده لحد ما يبقبق، عشان نتاكد ان النشا بتاعتنا استوت. ضروري لازم يبقبق كده شويه. بعد ما قلبناه كده شويه، بس هندهن الصينيه بتاعتي بنقطه من الزيت، وهبتدي انزل الجبنه بتاعتي كلها، وهسويها وهخبطها خبطتين كده لحد بس ايه ما تتفرد معايا، وادخلها التلاجة. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. استنوني فيديو جديد. باي باي.